السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد حجازي من بروجكت حجازي فت. الحقيقة حجازي فت هي معمولة عشان تبدأ رحلتك مع الرياضة، سواء من الجيم أو من البيت. فيلا نبدأ مع بعض خطوة خطوة. أول فيديو هيكون بعنوان إزاي أبدأ في الجيم من غير ما أحس إن أنا تايه. أول حاجة لازم تاخدها في بالك أو في عين الاعتبار إن أنت لازم تحدد هدفك الأول. لازم تعرف أنت داخل الجيم عشان تعمل إيه، سواء كنت عايز تخس أو عاوز تزيد في وزنك أو عاوز تكبر عضلاتك أو عاوز تحافظ على وزنك. لازم تبقى عارف أنت عايز إيه من الجيم قبل ما تدخله عشان تقدر تكمل وتوصل لهدفك. تاني نقطة معانا النهاردة لازم تركز فيها إن أنت تبدأ بالأساسيات. الأساسيات اللي هي إيه؟ أول حاجة أساسيات التمرين اللي هي تبقى جوه الجيم أو حتى في البيت. ما تجريش ورا التمارين الصعبة في البداية، ما تجريش ورا تمارين السوشيال ميديا. خليك في الأول مع تمارين تناسب المستوى اللي انت فيه، زي تمارين الضغط أو العقلة أو السحب أو البنش، التمارين البسيطة اللي تناسب مستواك عشان خاطر ما يحصلكش أي إصابة وتقدر تكمل. تالت حاجة يا بطل هتركز فيها هي التغذية. التغذية والتمرين وجهان لعملة واحدة. التغذية تكاد تكون هي أهم من التمرين. لازم تعرف إن الفورمة قبل ما تتعمل في الجيم بتتعمل في المطبخ الأول. لو كنت عايز تزود وزنك هتزود سعراتك شوية، لو كنت عايز تقلل وزنك هتقلل سعراتك شوية، لو كنت عايز تحافظ على وزنك هتدخل سعراتك بالتقريب ومش هتزود ولا هتقلل فيها أي حاجة. رابع حاجة هتركز فيها هي المية والنوم. المية والنوم هم أساس التغيير. خامس حاجة والأخيرة النهاردة هي إن أنت لازم تبقى صبور، تتحلى بالصبر شوية عشان خاطر توصل لهدفك. ما تستعجلش، ادي كل حاجة وقتها. كل الناس اللي نجحت ووصلت لهدفها صبروا عشان يعملوا ده، فأنت كمان اعمل ده عشان خاطر توصل للكونديشن اللي انت عاوزها والليفل اللي انت عاوزه. لو وصلت لحد هنا أنا بشكرك جدا إن انت صبرت عليا واتفرجت عليا، وإن شاء الله الفيديوهات الجاية تكون مفيدة لينا كلنا. دي كانت أول نصايح من بروجكت حجازي فت عشان الناس اللي عايزة تبدأ الخطوة. السلام عليكم واشوفكم في فيديو جديد.